السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي طلاب أولى ثانوي، أهلا 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 بولادي. بعد ما خلصنا بفضل الله يعني إيه كلمة المية وأهميتها ودور المورد المائي في كتير جدا من الحياة، خدنا خواصها الكيميائية لو ولادي فاكرين. النهاردة بقى جايين نكمل وناخد خواصها الفيزيائية. ولازم ولادي يفهموا إن المية نوع من السوائل فريد من نوعه. المية سائل مميز. عارف انت لما تقول انا اتميز عن الاخرون او الاخرين حسب بقى اعرابك للكلمة، هي المية كده تقول لك انا سائل مميز عن اي سائل موجود على كوكب الارض. في ايه وجه التميزات؟ ايه هو وجه اللي بيميز الميه؟ يلا نبدا الموضوع. عايزين بقى نصلي على النبي. صلوا على النبي. اللهم صل وسلم على النبي محمد بعدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اول بدايه الكلام ولادي حبايبي لازم نعرف كلمه اسمها الكثافه. لازم اقف عندها، اللي بيسموها رو. الكثافه كثافه اي ماده في اي حته في الارض، وهنا انا بتكلم عن كثافه الميه، خلي بالك، بتساوي قانون جميل جدا: الكتله على الحجم. بيسموا الكتله الباث يبقى رمزها ام، والحجم فوليوم يبقى في. كاني بقول رو اللي هي الكثافه بتساوي الكتله على الحجم. كثافه اي ماده، والميه طبعا انا بتكلم عنها، بتساوي الكتله على الحجم. طيب يا مستر وحده قياس الكثافه نجيبها ازاي؟ هي يعني كيمياء، دي فيزياء، ده الموضوع سهل جدا. الكتله بالكيلو جرام. طب والحجم؟ المتر تكعيب. ليه؟ لان الحجم عباره عن عرض وطول وارتفاع، صح كده؟ يبقى انا بقول كثافه او الرو وحده قياسها كيلو جرام للمتر تكعيب. طب لو عايز اختصرها، الكيلو جرام اصغر وحده فيها الجرام، والمتر تكعيب سنتيمتر تكعيب. يعني اقدر اقول ان الكثافه هي قانون مهم جدا بيساوي الكتله على الحجم، اللي هو كيلو جرام على متر تكعيب، اللي هو لو عايز اصغر يعني الجرام على السنتيمتر تكعيب. طب ده كلام حلو جدا جدا جدا. تعالى لي بقى بالراحه. كثافه الميه. كثافه مين يا حبايبي؟ الميه. برافو. هي دايما ثابته. كثافه الميه مالها؟ هي دايما ثابته يا جماعه. الميه لها كثافه ثابته. اي ماده اصلا على الارض الكثافه بتاعتها ثابته مهما تغيرت الكتله والحجم. مهما تغيرت الكتله والحجم. الكثافه ده من دكتور حمزه ويوسف، دول الرجاله بتوعي يعني قاعدين معانا بيتفرجوا علينا برضه. دي دايما ثابته الا هي في الا لو حدث تغيير في درجه الحراره والضغط. تاني قول تاني كده. حاضر. بقول لاولادي الكثافه بتاعت الميه ثابته مع ثبوت الحراره والضغط. طب حصل تغيير في الحراره او تغيير في الضغط، هنا الكثافه هتتغير. طب تغيراتها هنا تبقى ازاي؟ تعالى نجي اقولها تاني اهو، بس عشان قبل ما ندخل في التفاصيل اللي جايه. الحته اللي جايه طعمها رخم شويه، معلش ولادي استحملوني. هي بتبقى الطعم، عارف انت الابره بتوجع في الاول لسعه صغيره، بعد كده ان شاء الله كله سهل. نركز بس. انا عندي كثافه الميه بتساوي الكتله على الحجم. الكثافه ثابته؟ نعم ثابته مع ثبوت الحراره والضغط. طب حصل تغيير في الحراره او تغيير في الضغط، الكثافه هتتغير. هتتغير ازاي؟ يلا بينا. خد بالك بقى، حاجه اسمها علاقه طرديه وعلاقه عكسيه. نركز قوي عشان الحته دي مهمه. يعني ايه علاقه طرديه؟ يعني المادتين يزيدوا مع بعض او يقلوا مع بعض. طب يعني ايه علاقه عكسيه؟ واحده تزيد الثانيه تقل. ترجم يا مستر. بص يا حبايب قلبي، معايا مادتين زادوا مع بعض قالوا مع بعض، علاقه طرديه. طب معايا مادتين واحده بتزيد الثانيه بتقل، تسموها علاقه عكسيه. هقول تاني اهو. اي مادتين في الكوكب
ما بتكلمش هنا عن الدرس اللي معانا، انا بتكلم بصوره عامه. لما المادتين دول يزيدوا مع بعض او ينزلوا ويقلوا مع بعض، عارفين انتوا متفقين على ان نزيد مع بعض نقل مع بعض، نسميها علاقه طرديه. طيب لما الاقي ماده زادت وماده قلت، نسميها علاقه عكسيه، لان واحده زادت الثانيه قلت. خد دي بقى مني ليك هديه، واديني احلى دعوه يا رب كده من بنتي وابني. الكثافه مع الكتله العلاقه بينهم طرديه. طرديه يعني لما الكتله تزيد الكثافه تزيد، كتله تقل كثافه تقل. اتفقنا على كده؟ طب الكثافه مع الحجم علاقه عكسيه. الحجم زاد كثافه تقل، الحجم قل كثافه تزيد. تاني كمان، قول تاني كده. حاضر، بقول تاني اهو. الكثافه والكتله علاقه طرديه، يعني يزيدوا مع بعض يقلوا مع بعض. طب الكثافه والحجم علاقه عكسيه، يعني لما حجم يزيد كثافه تقل، طب حجم قل كثافه تزيد. رسم البياني لاي علاقه طرديه اهي، الرسم البياني للعلاقه العكسيه اهي، عشان برضو ولادي يكونوا فاهمينها الحته دي قوي قوي قوي. اذا احنا رجعنا تاني لموضوعنا من الاول اهو، بعيده تاني، ان انا بتكلم عن كثافه الميه بتساوي الكتله على الحجم، وفي علاقه بتقول ان الكثافه قيمه ثابته لا يحدث لها تغيير طول ما مين ثابت؟ الحراره والضغط. طب لو حصل تغيير في الحراره والضغط، هنا الكثافه هتتغير. هتتغير ازاي؟ طرد مع الكتله عكس مع الحجم. طرد مع الكتله عكس مع الحجم. طرد مع الكتله يعني بزياده الكتله تزداد الكثافه، بقله الكتله تقل الكثافه. طب وعكس مع الحجم، الحجم يزيد كثافه تزيد، الحجم يقل كثافه تقل، الحجم يقل الكثافه تزيد، العكس على طول. طب ولما الحجم يقل الكثافه تزيد، علاقه عكسيه. يبقى الكثافه والكتله طردي، الكثافه والحجم عكسي. جميل جدا. ده في حاله تغيير درجه الحراره او الضغط. طب في حاله ثبوت درجه الحراره والضغط، خلينا ندي مطبات بقى في الاسئله بتاعت الامتحان. الحراره ثابته والضغط ثابت، غير كتله الكثافه تفضل ثابته. طب غير حجم الكثافه ثابته. الله، مش قلنا طردي وقلنا عكسي؟ ده لما يكون في تغيير في الاثنين دول او واحده منهم. لكن طول ما في ثبات في درجه الحراره وفي الضغط، الكثافه رقم ثابت. حلو قوي ده. طب يا مستر عندي سؤال وجاوبنا عليه. اتفضل يا ابني، اتفضل يا حبيبي. انا بسمع عن حاجه اسمها الكثافه النسبيه. يعني ايه الكثافه النسبيه دي؟ تعالى يا حبيبي كده. الكثافه النسبيه. الكثافه النسبيه هي كثافه اي ماده في حراره معينه. في حراره يا دكتور حمزه معينه. اللي بيرد يوسف دكتور حمزه نايم. ماشي. على كثافه الميه عند درجه حراره 4 درجه مئويه. اشمعنى الاربعه؟ هنعرف كمان شويه ليه اخترنا الرقم ده بالذات. يعني الكثافه النسبيه يا حبايبي، هات اي ماده عايز تعرف كثافتها. كتاب الوزاره جاب لنا مثال بالالومنيوم. كثافه ال الالومنيوم على كثافه الميه هيديني رقم. الرقم ده هي الكثافه النسبيه. طب هنا السؤال لدكتور حمزه، نرد عليها يا دكتور حمزه. هل الكثافه النسبيه ليها وحده قياس؟ الاجابه لا. اقول لكم ليه؟ المفروض يكون الولاد استنتجوها. تعال نستنتجها مع بعض. خد بالك بقى من اللي هيعمله. الكثافه بتاعت اي ماده تقدر بالكيلو جرام للمتر تكعيب. طب وكثافه الميه برضو بالكيلو جرام للمتر تكعيب. كأن خدت دي مع دي، فما بقاش في وحده قياس. ما بقاش فيه وحده قياس. يبقى هنا لازم نفهم ان الكثافه النسبيه ليس لها وحده قياس، لاني بحط كثافه الماده عند درجه معينه على كثافه الميه عند درجه حراره 4 درجه مئويه. الناتج اللي بيطلع بيسموه الكثافه النسبيه. في جهاز بقى معمول مخصوص عشان يجيب لي الكثافه النسبيه دي. تعال نشوفه. بيسموه جهاز، غير بس اللون الجميل ده، جهاز حد ولادي يعرفه؟ لسه محدش قراه. عارفه يا دكتور حمزه؟ تعرف ترد؟ ايوه برافو عليك. يا رب يوسف كمان يرد معايا. الهيدرو
متر. ده اللي بيقيس الكثافه النسبيه لاي ماده انت عايزها. ازاي بقى يا مستر فكرته؟ بص يا حبايبي، انبوبه زجاجيه كده فيها انتفاخ، فيها مستودع، مترقمه. الترقيم بيبدأ من هنا، أقل قيمة للكثافة، هنا أعلى قيمة للكثافة. حلو قوي. خد بالك إن التجويف ده فراغ، ليه؟ عشان يساعد على طفو الجهاز جوه السائل. طب هنا بقى في مين؟ المستودع ده موجود فيه حاجتين، موجود فيه زئبق وجزيئات من الرصاص. حلو قوي. تاني مرة، جهاز الهيدروميتر فكرته جميلة. هو عبارة عن أنبوبة زجاجية مقفولة مترقمة تركيب من أقل قيمة في الكثافة إلى أعلى قيمة، وهنا ده تجويف عشان يساعد على الطفو، عشان يحصل اتزان في الهيدروميتر لما يبقى جوه السائل. وادي زئبق مع رصاص، جميل جدا. بروح جاي حاطط الجهاز ده جوه المغبار اللي مليان بالسائل، واقعد اقلب فيه شويه كده عشان لو في فقاعات تطير من السائل، واستنى لغايه لما اشوف بقى ده هيثبت عند قرايه كام. القرايه اللي يثبت عندها هي دي قيمه الكثافه. وعايز اقول كلمتين، ما اعرفش بقى يوسف ودكتور حمزه معايا هنا هيتابعوني فيها ولا لا. خلي بالكم من الحته دي. لما يكون معايا سائل عالي الكثافه هتلاقي اغلب الهيدروميتر طافي فوق والقليل منه هو اللي تحت. ده في سائل عالي الكثافة. طب لو أنا معايا سائل قليل الكثافة هتلاقي أغلب الهيدروميتر تحت واللي طافي منه فوق نسبة قليلة. ده لما يبقى قليل الكثافة، وهنعرف ليه ده كمان شوية. عارفين يا شباب؟ يعني تشبيه كده هقربه للناس، زي مين؟ زي المية المالحة. مش المية المالحة بتشيل الأجسام، حتى تلاقي نفسك بتنام على سطح المية المالحة بسهولة. ليه؟ لأنها عالية الكثافة، دايما بيحصل طفو معاها. طب لما نروح أسبح في نهر النيل، وده خطر، خلي بالكم، عايز حد بيعرف يعوم كويس جدا، لأن نهر النيل قليل الكثافة، الأملاح فيه قليلة. قليل الكثافة يخلي الجسم ينزل تحت شوية. حبينا نقول بس الجهاز المسمى بالهيدروميتر هو الجهاز المستخدم في قياس أي كثافة نسبية لأي مادة على الإطلاق. ندخل بقى على أهم نقطة في حصتنا النهاردة. ما هي العوامل التي يتوقف عليها كثافة المية؟ عد يا باشا بقى العوامل، وتعالى ناخدهم عامل عامل ونقول بسم الله. رقم 1 الكتلة. رقم 2 المسافات البينية. المسافات البينية دي اللي أنا هحطها بين قوسين وأقول الحجم، وهتعرف ليه كمان شوية. طب رقم 3 درجة الحرارة. رقم 4 الضغط. رقم 5 المحتوى الملحي أو الملوحة كما يطلق عليها. مهم قوي الكلام ده يا جماعة، لأنه مهم جدا جدا جدا. طيب عايزين بقى نمسك بقى نقطة نقطة من النقط دي نوضحها. حصة النهاردة مش صعبة ومش كبيرة، بس عايزة التركيز مع الناس الجميلة المحترمة. نروح للون الأحمر الجميل ده. أول حاجة الكتلة. أنا قايل لأولادي ولسه قايلها من شوية، وقايل أن الكثافة أهي مع مين؟ مع الكتلة أهي. العلاقة بينهم علاقة طردية. إذا بزيادة الكتلة تزداد الكثافة. كتلة تزيد كثافة تزيد، بقلة الكتلة تقل الكثافة. واضحة؟ يبقى الكتلة تزيد كثافة هتزيد، الكتلة تقل كثافة بتقل. لسه موضحينها وما اظنش ان احنا محتاجين فيها كلام دي. طيب تعالى في المسافات البينية اللي انا بكتبها بين قوسين هنا الأحجام. طيب
لما يكون في ماده بتتكون من جزيئات المسافات البينيه بتاعتها كبيره بالشكل ده. بص المسافات البينيه، بص المسافات البينيه كبيره ازاي؟ مش ده معناه ان الحجم كبير؟ يبقى ده معناه المسافات البينيه لما تبقى كبيره يبقى حجم كبير. طب الحجم الكبير علاقته ايه بالكثافه؟ اولاد اللي فاكرين، برافو، علاقه عكسيه. يبقى ده معناه كثافه قليله. ايوه كده، برافو عليك. والعكس صحيح. ماده حجمها المسافات البينيه بتاعتها قليله اهي. بص المسافات البينيه صغيره جدا اهي كده. المسافات البينيه بتاعتها قليله، يعني حجم الماده صغير. طب الحجم الصغير يبقى الكثافه، ايوه علاقه عكسيه، كثافه كبيره. برافو على اولادي. اذا اي ماده حجمها كبير مسافتها البينيه كبيره، اعكس الكثافه لان العلاقه عكسيه، ولا قايل ده في اول الفيديو. تبقى العلاقه العكسيه على طول، يبقى على طول الكثافه تبقى قليله. طب لما الحجم يقل يا دكتور حمزه، ده معناه ان يحصل ايه يا دكتور يوسف؟ ده معناه ان الكثافه هتزيد. الله يدور عليكم. كده انا خدت نقطتين مهمين جدا جدا جدا، خليكم فاكرين نقطتين في غايه الاهميه. لكن بقى درجه الحراره فيها فيلم كبير، فيلم لازم نقف عنده. فيلم تعالى لي بقى هنا ناخد له ورقه خاصه. درجه حراره الميه مع الكثافه طبعا. يلا بينا هنجيب بقى اللون الاسود تاني، نرجع كده وهنروح للازرق. يلا بينا نغير كده الالوان. حد يا اولاد فاكر في ابتدائي كان علمونا عباره بتقول تتمدد الاجسام بالحراره وتنكمش بايه يا دكتور؟ الاجسام بالبروده. صح، خدتها في ابتدائي يوسف؟ يوسف ده كان حي زينا، كان واخدها في ابتدائي، والنهارده عيد ميلاده. ومع انه عيد ميلاده الراجل بيتكلم كلام علمي والله. بيقول لك تتمدد الاجسام بالحراره. عايز حد من الولاد يرد عليا. يعني ايه الجسم يتمدد؟ يبقى حجمه ردوا برافو. ده معناه ان الحجم يزيد او حجم كبير. طب الحجم لما يكبر كثافه ايه؟ تبقى الكثافه تقل. ممكن نشبهها بحاجه زي الثلج كده، بنحط حاجه عندنا في الفريزر بتبقى بتنكمش، تيجي نطلعها عشان تفك تبدا. بص بقول كلام والله الواد ده، بس هو بيتكلم على الثلج فميه، يعني هنا مش بتكلم على الميه، يعني هنا بتكلم على اي ماده. اي ماده بتتمدد بالحراره تنكمش بالبروده. هو بيتكلم على الميه، انا لسه ما بقولش الميه، خلي بالكم بس من النقطه دي. يوسف الجميل بقول له طب يعني ايه الماده تنكمش يبقى حجم يقل. طب الحجم لما يقل هنا كثافه ايه؟ الكثافه تزيد. القاعده دي تمشي على كل المواد الا الميه. ستوب هنا بقى عندها. هتقول لي ليه؟ هقول لك لان الميه فيها روابط هيدروجينيه خدناها في الخواص الكيميائيه بتميزها عن اي حاجه تاني. الروابط الهيدروجينيه اللي بين جزيئات الماء لو فاكرين. بس خليني الاول نمشي افكرك تاني باللي انا قلته. بقول لاولادي اي ماده غير الميه تتمدد بالحراره، اذا حجمها هيزيد كثافتها تقل، لان العلاقه بين الحجم والكثافه عكسيه وانا قلت ده. طب ولما تنكمش بالبروده، اي ماده بتنكمش بالبروده حجمها هيقل طبعا نتيجه الانكماش، وده معناه الكثافه تزيد. تعال بقى نشوف الميه شذت عن هذه القاعده وخرجت عن المألوف، خرجت عن المثال ده. وايه الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى يخلي الميه تخرج عن هذا النمط؟ مين؟ القواعد العامه. يلا بينا. الميه من هنا من درجه الحراره كام يا يوسف؟ لدرجه الحراره كام يا دكتور حمزه؟ 4. ثم من 4 لكام؟ خد بالكم من الاتجاه السهمي بس يا اولاد، ماشي؟ يلا بينا. من 0 ل 4 الحراره بتزيد ولا بتقل؟ بتزيد. المفروض كقاعده عامه لو انا همشيها زي دي يبقى يحصل تمدد من الحراره بتزيد اهي. طب المفروض هنا الحجم يكبر والكثافه تقل. قال لك لا يا حبيبي، العكس على طول. يعني ايه؟ يعني تعال، عندما حراره الميه تتحول من 0 ل 4 بص يحصل ايه؟ يحصل لها انكماش. ده معناه ان الحجم ايه؟
الحجم يقل. طب والكثافه؟ قال لك الكثافه تزيد. يبقى لما بتحول من الصفر لدرجه حراره 4، حجم الميه بيقل، كثافه الميه تزيد، مع ان القاعده العامه بتقول عكس كده. المفروض ان من 0 ل 4 يعني الحراره بتزيد، يبقى يحصل تمدد، حجم يكبر، كثافه تقل. قال لك الكلام ده اي ماده ما عدا الميه. وليه الميه تم استثنائها؟ لان فيها روابط هيدروجينيه مديها الخواص مميزه فريده بيها لوحدها، ما فيش اي ماده واخده الخواص دي تاني غيرها. تاني مره، يبقى من 0 ل 4 مع ان الحراره بتزيد اهي، بتزيد يا ناس، بتزيد يا يوسف، بتزيد يا حمزه، الا ان الحجم بتاع الميه بيقل، كثافته بتزيد. اظن كده اولادي عرفوا العكس هيحصل ايه. طب من 4 ل 0 مش كده الحراره بتقل؟ المفروض لما الحراره بتقل الحجم يقل، كثافه تزيد. قال لك العكس يا باشا. برضو نعم، من 4 ل 0 يحصل ايه؟ الحجم يزيد. امشي عكس دول. طب الحجم ازداد، يبقى الكثافه ايه؟ كثافه تقل. تاني، من 0 ل 4 الحجم يزيد، كثافه تقل. هيقوم حد زي يوسف ودكتور حمزه الاثنين يقولوا لي يا مستر ايه الحكمه من ان الميه تاخد ضوابط خاصه في درجات الحراره دي؟ الحكمه ان ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي يا شباب، لطيف قوي بكل خلقه، مش البشر بس، حتى الحيوانات والنباتات اللي عايشه جوه الميه. ربنا رحيم بكل من على الارض وما تحت الارض. ربنا رحيم بكل ما تم خلقه، سبحان الملك. هتقول لي ايه علاقه ده باللي احنا بنقوله؟ تعالى اقول لكم. لو افترضت ان ده مسطح مائي، مسطح مائي، بحر، محيط، ايا ما كان، جميل جدا. عايش هنا مين يا شباب؟ عايش هنا اسماك، عايش هنا قشريات، عايش هنا طحالب، عايش هنا شعاب مرجانيه، عايش كائنات كتيره جدا، جميل جدا. لو ان الميه تجمدت بالكامل هيحصل ايه؟ كل دول هيموتوا. طب لو ماتوا فقدنا ثروه سمكيه على اعلى مستوى. بص حكمه ربنا سبحانه وتعالى، سطح الميه ده ملامس لمين؟ للهواء البارد. احنا بنتكلم بقى على البيئات القطبيه المتجمده، بنتكلم عن قطب شمالي وجنوبي، بنتكلم عن اماكن الاسكا واماكن فيها يعني التندره الجليديه، الحاجات بقى الجليد. هيحصل ايه؟ سطح الميه ده هيلامس الهواء، فهياخد درجه حراره الهواء، وليكن حراره الهواء 0، بقى سطح الميه هو كمان 0. بص بقى هيحصل ايه؟ سطح الميه بقى درجه حرارته كام مثلا؟ 0. طب عند درجه حراره 0 ايه اللي بيحصل للميه؟ حجمها بيزيد، كثافتها تقل، وتعمل طبقه من الجليد. اهو تلاقي هنا في ناس، بص دكتور حمزه واقف هنا اهو، والواد يوسف هو واقف اهو جنبه اهو، يوسف وحمزه الاثنين بيلعبوا كوره على الجليد. على الجليد، سبحان الله. طب تحتهم في ايه؟ قال لك تحتهم في سائل، الميه سائله. ازاي بقى ده؟ لو الحراره هنا تصل ل 4 درجه مئويه. ازاي؟ سطح الميه لما اتجمد عمل طبقه عازله عن ان الهواء يلامس الميه اللي جوه، فظلت الميه الداخليه محتفظه بدرجه حراره 4 اللي عندها الحجم بيقل، كثافه بتزيد، عشان كده تفضل قاعده تحت، فتفضل الحاله جوه ميه سائله ما تتجمدش، ما يحصلش تجمد للماء، حتى لا تموت الثروه السمكيه. تلاقي ان طبقه السطح الخارجي سبحان الله متجمده، طبقه سميكه جدا ومتجمده. لو عملت كسر في الجليد في المنطقه دي، حتى في افلام امريكان بنشوفها، بتلاقي ناس وهي ماشيه بدون قصد تروح واقعه جوه الميه، وده خطر كبير. لما يكون في حته الجليد هنا في مثلا حته كده صغيره كده مفتوحه ولا حاجه، دي واحده اجيب لكم الستيكه الصغيره دي كده، اهي كده بس اهو كده، يقولوا حمزه واقع هنا. بص حمزه، مؤاخذة حمزه بقى حبيبي، انت حبيبي بس مش عارف اقول ايه. حمزه او يوسف يروحوا واقعين هنا اهو، يلعبوا تحت بقى هما مع السمك بقى، وبالسلامه كل سنه وانت طيب. فاللي عايز اقوله ان الجليد اللي بيبقى هنا ده المفروض ان هو عازل، درجه حراره تصل لكام؟ تصل لدرجه 0 درجه مئويه، وده اللي بيخلي حجم الجليد
زي ما انتم شايفين عند الصفر يزيد، وبالتالي كثافته تقل، يطفو على سطح الميه ويعمل طبقه من الجليد، عكس الميه الموجوده في الاسفل بتبقى عند 4 درجه مئويه. ده يوصلني بقى الرسم بياني لو جه في امتحان مهم قوي قوي، خلي بالكم لانه يدلع يعني. بص الحته دي كده، هقول هنا درجه الحراره وهنا الكثافه. اهم حاجه عندي في درجه الحراره رقم 4 درجه مئويه، وهنا رقم 0، وهنا اكبر من 4 ايا ما كان بقى. طيب نركز معايا عشان الحته دي. اعلى كثافه للميه فين؟ عند حراره 4. تعالى بس نغير اللون. اعلى كثافه عند درجه حراره 4، ولتكن النقطه دي. حلو قوي. طيب يا يوسف ويا دكتور حمزه، لما هتحرك من حراره 4 لحراره 0، هنا الكثافه بيحصل ايه؟ تقل، صح كده؟ عشان انا بتحرك من 4 ل0 الكثافه بتقل وفقا للي انت بقى لسه شايفه في اهي الورقه اللي قبلها. اهي بتحرك من كام لكام؟ بتحرك من 4 ل0 اهو، الكثافه بتقل. ارجع تاني، يبقى المفروض هيحصل ايه؟ تروح دي نازله كده. الحجم يزيد. سيب الحجم دلوقتي. طب يا مستر عندي سؤال، طب لو انا همشي كده، لو هنمشي بعد 4 الميه تاخد نفس الحكم بتاع المواد اللي فوق. ارجع تاني. يعني ايه؟ يعني بعد 4 درجه مئويه الميه تمشي نفس الحوار، كل ما درجه الحراره بتزيد الحجم يزيد كثافه تقل. ده بعد 4. يبقى المفروض هعمل كده. الكلام ده امتى؟ الكلام ده بيحصل لما اتكلم عن درجه حراره من عند 4 رايح للصفر الكثافه تقل، اكتر من 4 برضو بتقل. طب لو انا جاي كده او جاي كده الكثافه تزيد. يبقى تاني، فين اعلى درجه كثافه للميه؟ عند درجه حراره 4. بعدت عن 4 رايح للصفر، بعدت عن 4 بزيد عن 4، في الحالتين الكثافه تقل. طب لو انا هاخد الرسم البياني التاني، درجه الحراره مع الحجم عشان خاطر يوسف ما يزعلش. حط هنا 4 0 اكبر من 4. جميل. روح كده. طيب هتتحرك من 4 تروح ل0، هتتحرك من 4 تروح لاكبر من كده. طيب تعال نرجع تاني، يلا بينا. انا هنا بتحرك من كام؟ بتحرك من 4 رايح لل0. بتكلم بقى عن الحجم. الحجم ايه؟ يزيد. تعال بقى نرجع تاني. 4 درجة الحرارة 4، الحجم هنا هيبقى قليل في الحتة دي لأن الكثافة عالية، علاقة عكسية. طب أول ما أروح للصفر يبدأ بقى الحجم إيه؟ يزيد. طب لو أعلى من 4 برضه الحجم يزيد. تاني، إذا كل ما بتحرك من 4 ناحية الصفر أو من 4 ناحية أعلى من 4 أعلى حرارة، الحجم هنا بيزداد. عكس هنا الكثافة تقل. خدت بالكم؟ ده مبني على مين؟ ده مبني على إنك لازم تفهم الأول القياس اللي أنا قسته هنا. تاني أهو، من 4 ل6 إيه اللي بيحصل؟ الحجم يزيد كثافة تقل. الحجم يزيد كثافة تقل. راجعوا الحتة دي يا شباب واسمعوها مرة واثنين وثلاثة وعشرة لأنها مهمة جدا جدا جدا. بكده نكون فهمنا الجزء بتاع الحرارة. أرجع تاني بقى للجزء ده. يبقى احنا خلصنا درجة مين؟ الحرارة، خلصنا المسافات البينية، خلصنا الكتلة. أدي 3 عوامل. العامل بقى الرابع اسمه الضغط. نقف هنا بقى. الضغط ناخدها باللون الازرق حتى. ايه بقى قصه الضغط؟ بص يا حبايبي، كل ما الضغط زاد كل ما هيحصل انكماش للماده. عارف يا جماعه لما يبقى في ضغط زياده بيحصل انكماش. الانكماش ده يخلي الكتله تزيد ويخلي الحجم يقل.
عشان كده هوريك حاجه مهمه. خد بالك، ادي السطح بتاع الميه وانا بنزل تحت. كل ما بنزل جوه الميه ايه اللي بيحصل للضغط؟ يزداد الضغط. بزياده الضغط يزداد الكثافه. تاني، كل ما بدخل جوه الميه بيزيد الضغط، بيزيد جدا. حتى تلاقي اللي بيعمل غطس او دايفنج يا جماعه، لو حد من ولادي في مره عمل غطس او حاجه بيلاقي ودنه بتوجعه جدا نتيجه زياده الضغط. طب الضغط لما بيزيد بيعمل ايه؟ بيخلي الكتله بيضغط في الميه، بيضغطها، هذا يؤدي الى ارتفاع الكثافه. يبقى زياده الضغط تؤدي الى زياده الكثافه. خلي بالكم من النقطه دي كويس جدا. يجي لي اخر نقطه، المحتوى الملحي. انا شرحتها من شويه، بعيدها تاني. وجود الاملاح يخلي الكثافه عاليه، يعمل حاجه اسمها علو الكثافه. وجود الاملاح يعمل كتله كبيره، والكتله لما تزيد، ما هو الميه بقت ميه ملح يعني كتله عاليه، الكتله لما تزيد كثافه تزيد. عكس الماء العذب. الماء العذب نسبه املاحه قليله، فبالتالي كتلته قليله، فالكثافه هنا اقل. تاني يا شباب، بقولها تاني اهو. المحتوى الملحي لما اجي اتكلم عن الماء المالح، ميه زائد ملح يبقى الكتله كتيره. اما هنا ميه مع نسبه قليله من الملح، كتله قليله. طب انا واخد اصلا في اول الحصه ان الكتله والكثافه علاقه طرديه. الميه اللي معاها ملح يعني كتله عاليه تبقى كثافه عاليه، وعشان كده الانسان بيطفو في المياه المالحه. اقدر انام على ظهري في ميه مالحه. لو حد راح سيوه اللي هي بحيرات الملح كلها مليانه بالملح، فما تلاقيش حد بيغرق فيها، كله بيطفو على سطحها لان كثافه الميه شايلاك. طب تعالى في الماء العذب. الماء العذب ميه، نعم، املاح قليله، فاصبح كده الكتله اقل. فلما الكتله تبقى قليله الكثافه بتقل، وكده الكثافه مع قلتها ممكن الانسان يغطس شويه جوه الميه، ودي الميه العذبه. طب هو حجم الاملاح في المتوسط كام؟ 35 جرام لكل لتر. كل لتر المفروض يكون في المتوسط حجم الاملاح 35، قابل طبعا للزياده او النقصان حسب الميه هي عذبه ولا ميه مالحه ولا ميه شديده الملوحه. دي نسبه الجرامات في الاملاح في المتوسط طبعا يا شباب. ده ينقل لي النقطه ثانيه واخيره عشان ولادي يفهموه. حركه التيارات الايه؟ التيارات المائيه. الميه بتتحرك من مكان لمكان، طبعا في حركه من مكان لمكان. الحركه دي مميزه جدا، مميزه، لانها بتنقل امور من مكان لمكان، يعني بتودي حاجه من حته لحته. ازاي؟ بص، اول ميزه، اول حاجه بتنقل درجه الحراره والاملاح منين لفين؟ من عند خط الاستواء الى المناطق القطبيه. ركز يا دكتور حمزه، ركز يا دكتور يوسف. بتنقل الحراره والاملاح من عند منطقه القطب الى منطقه، قصدي خط الاستواء، الى المناطق القطبيه. وعندي كمان التيارات المائيه بتنقل الغذاء من القاع تطلعه لي فين؟ الى السطح. دي كلها تيارات مائيه بتتم نتيجه اختلاف الكثافه في الميه، ودي معاها المحيطات. وكمان بتؤدي لحركه امواج، زي كمان حركه التيارات بتاعه مصبات الانهار. لو حد عارف ان اي نهر لازم يصب في بحر، تلك المصبات اللي بتصب الماء العذب في الماء المالح بتؤدي الى توليد ما يسمى بالتيارات المائيه. كل دي امور يا شباب ترجعنا بقى للموضوع من اوله، ان فعليا الميه ليها خواص فيزيائيه مهمه جدا. هل الخواص الفيزيائيه للميه انتهت؟ لا، ما انتهتش.
بس انا مش عايز اتوسع في حصه النهارده لاكتر من كده، لان فعليا الدرس كبير، عايز تركيز، عايز يتسمع الفيديو مره واثنين وثلاثه، مش عايزك تسمعه مره، انا عايزك تسمعه عده مرات، لان فعليا النقط دي جميله جدا بس نركز عليها. طب يا مستر عايزين نحل ونطبق، ما هو ده اللي هيحصل على منصه بسطتها لك باذن الله، وهو التطبيقات في كتاب الامتحان في الاسئله اللي بتيجي على كل ما هو موجود ورايا. فلو كنت عايز تحل وتدوس وتفهم بقى الاسئله هنا بتيجي ازاي، تابعنا على منصه بسطتها لك. دايما يا رب متالقين رائعين ناجحين وفي اعلى درجات، اللهم امين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.